السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نعمل معاكم طريقة سهلة وبسيطة، خبز بدقيق التابيوكا للأمهات اللي طلبوه. نبدأ المقادير مع بعض: ملعقتين نشا أو حسب الرغبة، ملعقة خميرة، ملعقة زيت، كوب دقيق، وملعقة ملح، ونصف كوب ماء دافي. وأيضا نضيف ملعقة صغيرة من كل من صمغ العربي والصمغ الزانثان، أو نستغني عن واحد منها، وأيضا إضافة ملعقة بيكنج بودر صغيرة. وننخل المواد الجافة مع بعض جميعها، النشا والدقيق وملعقة الملح وملعقة والصمغ الزانثان والصمغ الثاني، ونضع على الخميرة ماء دافي ونحركها قليلا، ثم نضيفها على المواد الجافة، ثم نضيف الزيت ونحرك، نبدأ نخلط. راح يثقل معانا شوية شوية. طبعا هنا أنا استخدمت كوب واحد فقط من هذا الدقيق ونصف كوب ماء دافي. أضفت الكمية قليلة جدا للتجربة فقط، والحمد لله التجربة طلعت تمام، ورائحتها أيضا جميلة. وهذا بيكون قوام العجين لينة نوعا ما ورخوة، ممكن تلزق في الإيد، لكن نضعها على الطاولة ونرشها بالنشا أو بنفس الدقيق ونفردها. طبعا بعد تخميرها بالفرن لمدة نصف ساعة، نفردها ونضعها على القلاية، على الصاج ساخن طبعا، نضعها على الوجه حتى يجف معانا، ثم نقلبها على الجهة الأخرى. وأنا هنا عملت واحدة رفيعة نحيفة جدا والأخرى ثخينة وممتلئة. وبعد ما تجهز نشيلها ونضعها في كيس نايلون أو بمنشفة أو بعلبة بلاستيك، ونترك الأخرى على نار هادية أيضا حتى ترتفع معانا وتنفش، ونقلبها كل حين. وممكن نزود ملاعق النشا حسب الرغبة أو ننقص فيها، وأيضا الصمغ ممكن نزود كم ملعقة، وأيضا ممكن نلغي واحد منها، وحسب رغبتك وحسب المتوفر عندك. وها هي بعد ما نفشت معانا نضغطها من الجهة المفتوحة اللي يطلع البخار منها حتى تنفش مظبوط، ونتركها حتى تحمر وتشال من على الصاج بسرعة حتى لا تيبس معانا. ونضعها أيضا بكيس نايلون مثل الأخرى. وها هي بعد نضوجها، وتقدم مع أي شيء يرغبه طفلك، وهي تجربة تفيد للي ما عندهم طحين أو عندهم نقص بالطحين، وتقدم وبألف عافية.